صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتكم اي بي سي سانتي. اليوم ان شاء الله راح نكمل معكم الفيديو اللي فات. كنت حكيت لكم على عسل المرار وقلت لكم راني خديت معاه مكون اخر، وهذا المكون رائع جدا، مادة طبيعية 100%. وراح نعطيكم حتى الفروقات بين المغشوش منه والحقيقي. وهذه المادة هي، وقت وريتها لكم، هي لو بروبوليس او لساق النحل او الدنج او العكبر او غراء النحل او صمغ النحل. يعني هذه كامل الاسماء ديالو. يجي بهذه الكميه هذه، يعني ما يجيش بكميه كبيره. اللون تاعو كما اللون تاع القهوه، قهوه بودره. ما يجيش بودره كما الفلفل الاسود، يعني المغشوش منه يكون بودره. اما الحقيقي او الصحي او الصبغ الحقيقي وبهذا البروبوليس الحقيقي راح يكون عباره عن بودره كما هكذا، ولكن فيها هكذا شغل كي تحكها مع يدك شغل تلصق هكذا، فيه صمغ هكذا. وبيا كي شغل قايساتو لوميديتي، فاهمين كيفاش؟ ماشي بودره شغل، مازال باقي فيه هذاك العسل مازال هكذا حاكم فيه. هذه هي ما تشوفوش عباره عن بودره. يعني ميم كي تروحوا تشوفوا يقول لكم، ميم اللي يبيعوا يقول لكم بلي ماهوش كيما لا بودره نتاع الفلفل الاسود، ماشي بودره الفلفل الاسود. يجي هكذاك شغل فيه يتلصق هكذا شغل صمغي هكذا. ما تاخدوش منه كميه كبيره، نصف ملعقه اسبوعيا راح تكون كافيه جدا جدا جدا. راح نعطيكم الطريقه اللي راح تتناولوا بها. كلمة بروبوليس أصلا جات من، هي كلمة يونانية، الأصل تاعها المعنى تاعها هو الدفاع عن المدينة والدفاع عن المجتمع. على هذا الشيء جات هو دا وبيا خاد الاسم ديالو من الوظيفة ديالو، وبيا من الفائدة ديالو اللي هي الدفاع عن الخلية. أنا ناخده لسببين وهو يعالج عدة أسباب، ولكن أنا ناخده هو مركب، هو مكون يعني رائع جدا. فيه 300 مركب طبيعي، مضاد بكتيري، طفيلي، فيروسي، مضاد حيوي طبيعي، مضاد للالتهابات، وهذه هي أهم حاجة، مضاد رائع للالتهابات. راح نخلي لكم كامل الفوائد ديالو في آخر الفيديو، راح كامل حتى المراجع نتاع الدراسات ديالو راح نخليها لكم في آخر الفيديو. أنا ناخده لتعزيز جهاز المناعة، الجهاز التناسلي الأنثوي، وأيضا لل لهذا المومو هذا اللي يكون فيه السعلة، يكون فيه نزلات البرد، يكون فيه السعال أو بيان الحساسية أو يعني كامل هاد الأمور هذه تكون في هذه الفترة هذه. وأيضا لعلاج هشاشة العظام، هو رائع 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 جدا لنقص كثافة العظام. وهذاك الشيء أنا علاش نحب ناخده على الأقل مرة في الأسبوع، وعلى الأكثر مرتين في الأسبوع، يعني مرة مرتين أسبوعيا كافي، لأنه عنده ما كاش دراسة أثبتت أنه يضر، ولكن أكيد الناس اللي عندها حساسية من العسل راح العسل أو أي حاجة من مشتقات العسل راح تتحسس منه. أيضا الناس اللي عندها الجراحات الحديثة قامت بجراحة حديثة في الجسم ديالها تانيك راح تتحسس منه. والناس اللي عندهم الحمل والنساء الحمل والرضاعة ضروري انه ما تاخدوش حتى تستشيروا الطبيب ديالكم. ايضا في جميع الاحوال ضروري نستشيروا الطبيب ديالنا. ممكن تجدوه في الصيدليات على شكل كبسولات، على شكل بودره، على شكل يعني متواجد في الصيدليات، ولكن ضروري مراجعه الطبيب. انا هنا خديته مع مكونين. اولا والطريقه هذه اللي راح ناخذ بها راح تفيدكم بزاف، انا عارفه. اولا خديت جبن الماعز. انا ناخذ جبن الماعز بالطبيعه الناس اللي تعرفني دائما تناول جبن الماعز، او ممكن تاخذوه مع الجبن الطبيعي، او ممكن تاخذوه مع الياغورت الطبيعي، او بيان البتي سويس، هادو كامل ممكن تاخذوه معاهم. نصف ملعقة صغيرة راح يكون كافي في علبتين من الجبن الطبيعي، أو علبة من جبن الماعز، أو علبة من ياغورت ناتور وبيا الياغورت الطبيعي. وراح نضيف له انا هنايا، ممكن تضيف له ملعقه من العسل، وممكن تضيفوا له كيما انا ضفت له حبوب اللقاح وبيان لو بولين، راح تضيفوا له مع ملعقه صغيره، راح تكون كافيه لهذه الكميه هذه. تخلطوه مليح مليح الحين ما يذوب هذيك حبوب اللقاح، وتتناولوه صباحا. انا نتناوله دائما صباحا قبل ما نتناول اي حاجه، نتناول هذا الجبن هذا. نحس اني في غنى عن اي مشروب او اي حاجه راح ناكلها من بعد. ما ناكلوش بالخبز، الا حبيتوا تاكلوا بالجبن بالخبز شغلكم، ولكن انا ما ناكلش بالخبز، ناكل فقط هذه الكميه هذه. صدقوني مره واحده في الاسبوع او مرتين على اكثر تقدير راح تاخذوا وتشوفوا عليها نتائج رائعه جدا جدا جدا. الفوائد ديالو راح نخليها كامل في اخر الفيديو.
الفوائد ديالو رائعين، حتى المصادر نتاع الدراسات ديالو راح نخليها في آخر الفيديو. إن شاء الله يا ربي نكون فدتكم. نتمنى أنكم تستفادوا من هذا الفيديو، نتمنى أنكم تبارطاجوه، جيم لا فيديو هكذا يوصل لأكبر عدد من الناس بزاف تستفيد. الذوق تاعو يكون كيما الشهدة بودرة، تحسوا كنتو تذوقوا في الشهدة بودرة. هذا هو الذوق تاعو، ماهوش حلو كيما العسل، هذاك هو الذوق ديالو. تأكدوا أنكم تشروه من مصدر موثوق، يعني هكذا راح تيفيتوا كامل الأضرار ديالو، راح تيفيتوا أنكم تطيحوا في عند يعني بائع يكون غاشكم. أيضا تأكدوا بالكمية ديالو تكون بهذه الكمية فقط. إن شاء الله يا ربي نكون فدتكم، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر.